هلو، انا لسه واخده شاور وهجهز، بس هجهز لحاجه بجد سبيشال النهارده. ان انا رايحه اجيب واحده صاحبتي انا عارفاها من مصر، وكانت صاحبتي لو انتوا كنتوا اتفرجتوا على اللي هي الفلوجات القديمه بتاعت دهب تيسير. وهي جايه تقعد هنا في كوريا حبه، وهتقعد معايا هنا شويه في البيت. فبجد انا حاسه بمشاعر غريبه كتير قوي. اصلا مش هصدق الموضوع غير لما اشوفها فعلا. النهارده الجو دفى بطريقه مش طبيعيه، يكاد يكون حر. فتقريبا هي جايه بالدفى بتاعها من مصر، عشان كده انا لابسه خفيف. هاخد معايا جاكيت خفيف كده just in case، عشان المواصلات بتبقى مكيفه ساعات زياده عن اللزوم. يعني بتبقى حر قوي في الشتاء وساقعه قوي في الصيف. ما عندهمش اي نوع من انواع البالانس، التوازن بجد. انا هحط طبعا صن بلوك علشان انا مش عايز اتحرق. أه يعني هي جايه من المطار. هيتحركوا على مكان في نص سول، مكان اسمه ميونج دونج. وانا بقى هروح اجيبها من هناك ان شاء الله. مطار بعيد قوي عني، ساعتين تقريبا. فهي يعني هتوصلي من نص او ساعتين ونص كمان. فمشوار صعب جدا بجد. لو معايا عربية ماشي، بس مواصلات صعب جدا. انا مش هعمل حاجة اكستريم في وشي، عشان اصلا انا مش عارفة هم يعني هيبقى عندهم طاقة ولا لأ ان هم ياكلوا او يعملوا اي حاجة. فكده كده انا مش هعمل حاجة خالص. بس انا يعني هعرض عليهم الاكل. هم وصلوا المطار دلوقتي الساعة 5. فهم وصلوا المطار، ولحد ما يوصلوا هناك فيها ساعة، وانا لحد ما اوصل هناك برضه فيها ساعة. فان شاء الله هنوصل مع بعض. بس بما انهم هيركبوا تاكسي، فمش عارفة بصراحة هيتأخروا ولا لأ. لان دلوقتي وقت اسمها ايه، وقت اللي كل الناس بيخرجوا فيه من الشغل. فمش عارفة بقى هيبقى ايه الوضع. انا حطيت هنا والناحية التانية لأ، بس انا هظبطه. انا عايزة اقول لكم ان انا من ساعة ما جيت كوريا وهي بتقولي انا هجيلك. فانا كنت at some point فقدت الامل، مش فيها هي على قد ما انه انا هرجع قبل ما هي تيجي يعني. بس بعد كده بقى قالت لي مش انا وعدتك وقلت لك ان انا هاجي. بس قلت لها اوكي ماشي. واصلا خدت الموضوع يعني فجأة وبالصدفة كده، سبحان الله. فانا بجد حاسة بشعور غريب جدا. مش قادرة اوصف لكم هو ايه الشعور بالظبط، بس هو شعور غريب. عشان دي عمرها ما حصلت قبل كده. انا بالنسبة لي كوريا ومصر دول حاجتين منفصلتين تماما عن بعض. يعني حتى لما كنت بشوف صحابي المصريين في كوريا، اللي انا بشوفهم هنا اصلا، اللي هم اصلا عايشين هنا، ولما رحت مصر وشفتهم هناك في مصر كنت مستغربة جدا، اللي هو انتوا ازاي هنا؟ ده عالم وده عالم تاني. ال- الناس اللي موجودة هنا مش موجودة هنا والعكس. انا عاملة شعري كيرلي بس مش كيرلي قوي بصراحة. فمش عارفة بقى هعمله ايه. هو بصوا، انا حاطة عليه كريم بس انا مش مظبطها قوي. فانا غالبا هلمه مثلا ديل حصان ولا حاجة، هنزل بس قصة ولمه ديل حصان. انا المفروض كنت انشفه بس انا نسيت. وهي وصلت دلوقتي فخلاص بقى توليت. بس هحاول ألمه بقى كده دي الحصان مثلا ولا حاجة. مش عايزة ألمه كحكة عشان ينشف. أنا لبست دي عشان كنت حاسة أنا عايزة ألبسها، بس برضه مش عارفة أعمل إيه في شعري. أسيبه ينشف مع الهوا وخلاص، شوف إيه اللي هيحصل فيه. مش عارف. أنا هاخد معايا الجاكيت ده، وزي ما قلت لكم كده أنا قررت إن أنا هسيب شعري ينشف في الهوا. خدت معايا توكة عشان لو الدنيا كبرت مننا أو وسعت مننا نحاول نلم ما يمكن لمه. يلا بينا. انا كنت عماله الف في المكان على ما يجوا، عشان المنطقه دي قريبه من نمسان. انا لميت شعري كمان، بس المفروض هي قالت لي 4 دقايق وهيوصل. انا مش عارفه ما شاء الله عندها صحه ازاي تجري. احنا في ميونج دونج. ايه تاني؟ بقيتي كوريه خلاص. هاي. ده مش كوري خالص. مش كوري خالص.
Oh là là. وصل المكان. Oh là là. ايوه صوري هو بيعمل. Oh là là. بصور والله. Oh là là. بجد الفيو حلو بطريقة مش طبيعية. بصوا السول تاور. أنا أول مرة أشوف الكاثيدرال دي مع إني هنا بقالي 4 سنين تقريبا. شكلها انترستنج قوي. بصوا هنا. بصوا الانبهار. كنا فاكرين احنا ما ينفعش ندخل بس ينفع ندخل من هنا. لا لا. يلاوي بصوا الشارع. انا طلبت ده لحمه نيه. بس احنا جينا هنا المكان ده الفيو بتاعه تحفه. المنطقه اسمها نوكسا بيان. هاي. صح. الشوارع هنا شكلها حلو قوي. بصوا الهبة. لا والله مش معفنة. بصوا بجد. الهواء تحفة. أجمل وردة في البستان. الهواء so cheesy. الفكرة إن you are reacting. واو. احنا بنهايك وانا لابسه فستان ومعايا كوبايه قهوه وبقيت ساندوتش التونه. هاي هي السبب. انا ما كنتش عايزه هايك، انا عايزه انام. انا بحاول ارجع لها صحتها وتعمل كل حاجه حلوه ومفيده ممكن تعملها في كوريا. يا سلام. I appreciate it. هي بتوريني كوريا بعينيها. انا في حشره. حلوه قوي. حلوه قوي حلوه قوي فعلا. مش مهم لما تنزلي هبقى. واو يا راوي بجد. ايه ده؟ ازاي حلوه كده؟ الهزار ده. الهزار ده. الهزار ده. الهزار ده بجد. توليبس. دول توليبس بس متفتحين بزياده. probably. عمرك ما شفتي توابل؟ انا ممكن اعيش هنا. ايش هنا؟ بصي البيت حلوين ازاي. كمية الألوان مش طبيعية بجد. ده منبهرة جدا بالورد. هو الورد فعلا يعني رهيب. That's true. Which is so cute. Also wait, this is
نايمين كيوت قوي دول كابل. الملون الولد والجراي البني بنت. واقفين على رجل واحدة هما نايمين. المكان حلو بطريقة مستفزة. ايه ده؟ ضفادع بيه شكلهم عبيط قوي وهما بيقوموا. يا لهوي شكلهم كيوت قوي. يا بطة يا بطة هياكلوا الفراغ. ايه ده؟ بصوا عايزاهم يبانوا، بس لو عايزاهم يبانوا حطي ده قدامهم. ايه ده؟ حطي ده قدامهم. اوكي. بصوا الحشرة اللي بتمشي على المية. حطيها قدام اللمس كده زوم ان. يا راحوا فين؟ فوكس عليهم. هو البط ما بياكلش ضفادع صح؟ احنا كده صورنا الحشرات اللي على المية. البط بياكل حاجات خضرا صح؟ بياكل حاجات خضرا. مش هتبان. ايوه صح. لا البط بيصطاد سمك. وبيصطاد سمك ايوه. وبياكل حاجات خضرا. والبنت دي دخلت جوه رغم ان اصلا ممنوعة. هي دي ممنوع. انا مش عارفه بيعملوا ايه، بس انا عايزه اعيش الحياه اللي هم عايشينها دي. انا عايزه ابقى بطه. انا عايزه ابقى اي حاجه كده عايشه في مكان الناس متاكده هيك شهور ان هي ما يحصلهاش حاجه وحشه. ايوه. ايه ده؟ دول ماشيين مع بعض كيوت قوي. بس شكل الميه so pretty. حاسه عشان الدنيا حر او انا عطشانه فانا منبهره جدا بالميه بجد. احنا بقى نازلين عشان نروح ناكل. فين؟ هي راحت فين؟ كان في طائر بحاول اصوره اهو. هنا اهو. نازلين. المكان بجد حلو قوي والجو حلو قوي. ايه ده بجد؟ يا لهوي تحفه تحفه. شكلها حلو قوي. انا عايزه انام هنا والميه دي تيجي عليا. Because they can see that بيرفكت. يا لهوي احنا في هونغداي. احنا بنشوي لحمه. ده في مطعم حلال اكشلي مش عارفه اسمه ايه. اسمه بوسانجي في هونغداي. صباح الخير. انا النهارده قررت ان انا مش هصحى بدري وانزل، فهي تيسير نزلت مع اصحابها وانا كان نفسي بس اصحى كده بالراحه وافطر علشان هما في رحله، بس انا حاسه ان انا عايشه في البيت عادي. ما عنديش اللي هو الاندفاع والقوه والحماس بتاع الناس اللي جايه. المفروض ان هي جايه هنا رحله يعني او جايين في سفر وكده. هو تقريبا راحوا هايك عند نامسان تاور اللي هو برج سيول او برج نامسان. في بقى يعني هايك كده لحد ما يطلعوا عند البرج. فربنا معاهم. هم اصلا زمانهم خلصوا خلاص عشان الساعه 1 تقريبا هم صاحيين من بدري. بغض النظر دي مش حياتنا او يعني حياتي لو انا مسافره، بس مش دلوقتي. انا عملت الحوار ده كتير قبل كده. فانا بقى جبت زبادي، نزلت جبت زبادي هعمل زبادي علشان وحشني جدا ان انا افطر عشان ما بيفطروش. انا مش عارفه هما او ما بيفطروا. انا برضو ما بفطرش قوي، بس انا اتليست ببقى عايزه اكل حاجه وبعد كده ابتدي يومي. ولا احنا بننزل وبعد كده نشوف هناكل حاجه ولا لا وبعد كده نتغدى فجاه. انا ما بقدرش على الكلام ده. فقلت لها اعفيني من الموضوع دوت النهارده. وان شاء الله يعني ايه ابتدي كده يومي
سلو شويه وبعد كده اجيلكوا يعني نكمل بقى بقيه اليوم. هعمل الزبادي. انا سعيده جدا عامه ان يعني ان هي موجوده، شعور غريب جدا. اصلا اول ما جت كنت قاعده ابص لها كده اللي هو انت ازاي هنا؟ هو انا ازاي احنا هنا بنعمل الحاجات دي وانت هنا؟ يعني انت والحاجات دي ما ينفعش تجتمعوا مع بعض في نفس الحاجه. انت والاشكال دي، الاشكال اللي وراكي دي بتاعت الشارع او الكلام اللي مكتوب ده ما ينفعش تبقوا مجتمعين في مكان واحد. فكان شعور غريب قوي بجد. بس تجربه انترستنج يعني. انا عايزه اقول لكم انها بتقول لي من زمان قوي. انا تقريبا قلت الموضوع ده من اول ما جيت كوريا. هي اصلا بتقول لي من 4 سنين يعني، بتقول لي انا هجيلك وانت هناك. فكانت بقى سعيده جدا من نفسها ان هي قدرت فعلا تحقق الوعد. انا كنت خط الامل بصراحه. يعني في بعض اللحظات كده حاسه ان انا اصلا يعني انا ساعات بنسى ان انا اللي عايشه هنا وبتاع عادي. بحس ان انا معاهم في رحله عادي جدا. انترستنج قوي ان انا اشوف تاني ردود الفعل كلها بتاعت الناس على حاجات. انا كنت دي كانت ردود فعلي لما شفتها، علشان هم بقى عندهم نفس الباك جراوند، كلهم مصريين. او برضه هم شافوا بلاد تانية، وحتى بالرغم ان هم شافوا بلاد تانية عندهم برضه عندهم نفس ردود الفعل على الحاجات اللي انا قبل ما اجي هنا كوريا كنت رحت بس مصر والمانيا. فيعني ما كنتش اللي هو سافرت كتير ولا حاجه. فكل اللي انا اعرفه مصر والمانيا. بس احنا كنا من حوالين العالم كلنا كان عندنا نفس ردود الفعل على كل حاجه في كوريا. احنا كلنا واخدين بالنا ان الحاجه دي مختلفه، لان كوريا مختلفه عن العالم كله تقريبا. ممكن تكون مشابهه للحته اللي جنبها، لاسيا اللي جنبها، اللي هم اليابان والصين وشويه من انا هحط موز وفراوله. معرفش ممكن في تشابهات بسيطه من اندونيسيا وماليزيا وكده، بس طبعا مع اختلاف بقى ان هم بلاد مسلمه. بس هم بجد دوله قافله على نفسها جدا، وليها طريقتها واكلها وطريقه والناس اللي في الشارع وطريقه الكلام واللغه. كل حاجه مختلفه قوي فبتخلي الناس هو ايه ده. ان انا اشوف ردود الفعل دي تاني حاجه كيوت جدا عامه، عشان بترجعني للحظه دي تاني، انه انا كنت حاسه بكده اول ما جيت هنا. الحاجات دي بتبسط قوي لما بشوفها. دي حاجه جميله قوي، صح؟ انا مش مجنونه يعني كده. وكل واحد فيهم ليه هدف مختلف من السفر. interesting قوي بقى ان انا بحب بقى اشوف الناس. طب انتوا اصلا بتسافروا ليه يعني؟ وايه اللي هم بياخدوا بالهم منه طول ما احنا ماشيين، طول ما احنا بنعمل اي حاجه؟ ايه الحاجات اللي بتشد انتباههم؟ ايه الحاجات اللي بتخليهم يحسوا ان التجربه امتع؟ يعني في حد مثلا بيحب الحركه، في حد بيحب الطبيعه، في حد بيحب يشوف الناس، في حد يحب يشوف طبيعه الجو. الطرق، التفكير السياسي، الكلام ده. فانترستنج قوي عامه. بس انا هفطر بقى الفطار ده عشان وحشني قوي بجد. وبعد كده بقى اشوف انا هروح لهم ولا هعمل ايه. انا اخدت شاور واستحميت. انا اخدت شاور ولبست. استنى عايزه اوريكم سوا. انا اخدت شاور ولبست وحطيت ميك اب خفيف. اوريكم بقى من فوق. حطيت كحل، هو ده كحل العربي السعودي. حطيت ماسكارا، وكنت بصور علشان اعمل ريل على الانستجرام. هبقى احطها لكم لو انا نزلت الريل قبل الفيديو، نشوف انهي اللي هينزل الاول. عندنا رغبه دائمه في التحكم في كل حاجه حوالينا، اللي بنحس بيه والنتائج بتاعت كل حاجه بنعملها والعلاقات اللي بندخلها. ولما اللي بيحصل مش هو اللي احنا متوقعينه، ده بيخلخل النظام اللي احنا عاملينه جوانا، فبيخلينا في حاله حرب داخليه دائمه ما بين القلب والعقل والواقع. والاجابه اللي دايما بتخليني اوصل للتوازن الداخلي مره تانية هي وفيها ايه؟ فيها ايه لو حصل كده؟ او فيها ايه لو انا حاسه بكده؟ او فيها ايه لو النتيجه اختلفت عن اللي انا متوقعاه؟ جزء كبير من التوازن الداخلي هو التوازن بين التحكم والسماح. لازم نسمح لغير المتوقع انه يحصل، او نتسامح مع ان في حاجات كتير احنا مش هنعرف نتحكم فيها.
لأن مش الهدف هو التحكم في كل حاجة، الهدف هو القدرة على التسامح مع وجود حاجة أنا مش شايفة إنها أحسن نتيجة، لأن التسامح ده بيقلل من أهمية الحاجة دي في حياتي فبتختفي تدريجيا أو بتتحل بطرق غير متوقعة مش عن طريق التحكم. زي الموسيقار اللي بيخترع مقطوعة موسيقية جديدة، مش الموسيقار اللي بيحاول يتقن المقطوعات العظيمة بدل ما يبدع مقطوعة تخصه هو. يلا بينا ناقص بس البرفيوم. المفروض ان انا كنت اقابلهم على 5 بس انا غالبا هتأخر عن كده عشان الحتة بعيدة شوية، بس مش مشكلة هم قاعدين مع بعض عادي. الجو اليومين دول جميل قوي وانا سعيدة بطريقة مش طبيعية بجد. مفهوم ده تاني. احنا كنا لسه فيه امبارح او انا يعني، ورايحة اقابلهم بقى. الجو حلو قوي 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 قوي. بس الشمس واو. Unless it's really, really hot, or unless I'm really in the mood for it. I did. حطي الكاميرا بصورها وهي Go karting. Paragliding is here. la It's la. a day trip. It's like 1 hour out to Yan. nice. It's archery. I think it's like 1 hour. Sun Tower بالليل. انا لسه راجعه دلوقتي، كنت مع تيسير بره واصحابنا وكده. بس بصوا ايه اللي جه، اللمبه. فانا قلت ما ينفعش ما اشاركوش اللحظه الجباره دي في ان لمبه الحمام جت. انا عايزه اقول لكم ان انا بقالي سنه او سنه وشويه عايشه من غير لمبه حمام، وكنت بس بركب اللي هي اللايتس اللي انا كنت مركباها ديت، اللي هو بهدف ان احنا يبقى عندنا حمام رومانسي. معرفش اعرف اركبها ولا لا، بس يا رب اعرف اركبها وان شاء الله تشتغل كويس. عشان هما هنا مش لمبه بتتركب عادي كده، لا دي متركبه هنا وبعد كده بتتوصل فوق، ودي فيها مسامير وحوارات، فانا مش عارفه انا هعرف اركب الكلام ده ولا لا. دي شكلها جبتها لونها اصفر عشان يفضل الحمام برضو رومانسي، ما يبقاش لون ابيض بس. وعايزه اقول لكم ان تيسير خرجتها من تيسير خرجتها من الكيس بتاعها من كتر ما هي مبسوطه ان اللمبه جت تقريبا اكتر مني. بس يعني هنشوف دلوقتي هنعرف نركبها ولا ايه. انا مش عارفه اصلا، حاساها مختلفه عن اللمبه اللي كانت عندي، بس ان شاء الله تشتغل. انا قلت لازم تشهدوا اللحظه معايا. انا عشان احنا عشنا في سنه ونص اللمبه منوره، بس انا مش عارفه انا هثبتها ازاي، بس هي منوره بس كده. خلاص صورتيني وانا منوره في الحمام، صورتي الحمام منور. لا يعني اصور الحمام كله، مش لازم الحمام كله يعني، بس ماشي. خدتي بالك؟ خدت بالي. وجايباها يعني هعيط عشان والله. الشعريه يعني. أيوة. you're so special، عشان كده انا جبت لك اللمبه والله. انا حاسه انا مبسوطه بالاهتمام. انك جيتي عشان اخد الخطوه دي في حياتي. احطها في الثمن، احط اللمبه ده هو ده اللي المفروض يتحط على الفيديو من بره. اللمبه واو. هنشوف. مبروك يا حبيبتي، هنشوف مبروك يا حبيبتي والله، تستخدميها في كل خير ان شاء الله. ثانك يو. ونثبتها ان شاء الله يا رب. ماشي. مع السلامه يا جماعه. باي باي. باي. بس ايوه هلو كوفي بس ده ماتشا يعني، ده كوفي وماتشا في نفس الوقت. ده مش بيبقى موجود جامد عندنا في مصر، فانا شايفه ان احنا لازم نعمل الاختراع ده عشان بجد 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 احلى حاجه في الدنيا. ممكن اتكلم بقى؟ كنت هقول حاجه بركز عليكي. سوري. جايبين قهوه ورايحين اسمه ايه، بامبو هانج بارك. بارك كده نركب عجل. ايوه. ربنا يستر، الدنيا حر قوي بجد، وهي سعيده جدا وانا بموت بجد. احلى جو في الدنيا. يلا بقى. بصي الجماهير ما تبصيش الجماهير. لا طبعا لازم. الشمس قوية قوي قوي بجد، بس المكان كيوت قوي برضه. تيسير اهي. بصوا خلي بالك طيب خد. بصوا الفيو بجد واو. بص الورد.
واو، الطريق حلو بطريقة مستفزة بجد. وكل شوية يختفوا مش عارفة بيروحوا فين، بس يعني تمام احنا. هاي. انت جيتي في اللحظة المناسبة. بس الفيو بجد تحفة. عندنا الأرض. يا حمامة. لزلزة الجري اللي قدام ده. اوكي جود. ممكن بقى ابص على الفاونتن. بجد النهارده ليله جميله قوي، الجو حلو قوي والسما صافيه والناس مبسوطه. بصوا الجو عامل ازاي. والقمر باين وكل الناس بره عشان النهارده الحد. النافوره شغاله هناك جميله قوي. احنا غالبا هنلحق اللي بعدها، مش دي. هي كل نص ساعه تقريبا مره. Looking dude, I'd be like, you know what, man, you can pull it off. So, you know, cool. But what's up? Life is easy, you know. What's up? ما انبهرت معاكي وعشت اللحظات. ما جمعتش انه ايوه لا مش كل اللحظات بنصورها، في لحظات بنعيشها بس. صح. او ممكن تعمليها تاني عادي. او ما نشوف قطه تانية روح لها. عندنا مروضه قطط اهي. يا لهوي بجد. يا دي اسمها كاو علشان شعرها قصير. وده اسمه هارت عشان عنده شعر شكل هارت. عمال يقول له في 4 بنات معجبين بيك، عمال يقول له كده. بصوا الفيو والكافيز، يا لو الفيو بتاعها حلو قوي. بصوا شكل الحواري صغننه كيوت قوي بجد، تحفه. تحفه تحفه، احلى حاجه في الحياه. look at it's so pretty. بصوا العربيه كيوت قوي. المكان ده كيوت بطريقه مش طبيعيه بجد. واو. احنا ماشيين في وسط الأعاليج الضيقة. هو المكان كيوت قوي. بصوا بجد
Is that just what people do? They're just like, oh, let's paint stuff. Let's be art. Let's make art. Aren't these kids? لا I don't know. And it's a heart. يا لهوي منظر حلو قوي. Oh my god, look at the flowers here. يا لهوي تحفة. ايه شايفة الارت اللي على هنا ده صح؟ لا بس مش البيرد كيج؟ حلو قوي. بص بجد. واو. الارت بحد نفسه اهو ارت. بيرفكشن. يا لهوي بص دي كمان. انا عايزة اشرب بتاعنا. يا لهوي حلوة قوي. Have your place now. مش لازم نتحرك. ايه الجمال ده؟ ايه ده بجد؟ يلا اجري يلا وقفي في الانجل وينجز. Oh my god perfection. هو ايه ده بجد؟ يا لهوي المكان تحفة. ايه ده؟ ايه ده بجد؟ ايه ده يا تيسير ايه ده؟ دي حلوة قوي بجد. اللي هناك ده اللي هو المبنى الكوري القديم اللي هناك ده كان بيت الرئيس الأول أو التاني حاجة كده. سعيدة جدا. انا هموت. انا مش عايزه امشي من هنا ابدا خلاص. هخطفها بخطفها تعيش معايا للأبد. اخطفيني اخطفيني. أقولك يا لهوي بجد يا لهوي بجد المنظر. ايه ده؟ يا لهوي المكان شكله تحفة. واو واو. The Korean traditional way. Did not give my consent to be recorded. GDPR violation. Just put music over it. I'm gonna put like Korean music. So pretty. Oh, vlogging time? احنا دخلنا محل والموضوع يعني هزار. الشغل ده معمول بالصدف. بصوا المنظر. ايه ده؟ ايه ده بجد؟ ودي بقى دي قلة أدب يعني. بصوا التفاصيل. ايه ده؟ موضوع مبهر بطريقة مش طبيعية. حتى الأرض عاملينها ليها صدف. واو بصوا التفاصيل. رايحين ستارفيلد كولكس مول اللي هو مشهورة بالستارفيلد لايبرري عشان اللايبرري كبيرة قوي الحتة كلها. بوريكم لما ندخل. Across the street. So you until Ron told me you're here. Did you have fun working?
قاعدين في كافيه. أوه، متألقة. بس الكافيه أصلي الأماكن كيوت بطريقة مستفزة هنا بجد. سياح. You know what سياح is? سياح are Boltogi. no tourists. خواجات. خواجات هم. واو، انا بنبهر بكل حاجه. يا ده هامبوكس. يس ايوه، انا ملونه زي الباليس. No I don't like you. خلاص زهقت منها، خليها تروح بقى. بصوا قد ايه كبيرة جدا وريحتها حلوة قوي. سلوم. Hey chat, so this is what they call a flower. Flowers grow in And that's a nature. nose. دي مكتبة، الجزء ده اللي فيها مش متجدد، فالألوان دي حقيقية. مش عارفة لو انتوا شايفين التفاصيل، بس بجد جميلة بطريقة مش طبيعية. والنور وهو داخل من الشباك، بس التفاصيل دي جميلة قوي بجد. واو. So nice. أنا جيت أكل هنا، هما راحوا مكان تاني. دي أنواع مخلل، كيمتشي وبرضو ده في ده أخطبوط ني. وده جمبري ناشف، وده رز بالبلح البحر وميكس خضار. انترستنج جدا، علشان تحت كمان حاطين نوع من انواع الجيلي كده اللي بيبقى معمول من نط كده معينة، او مش عارفة فا انترستنج جدا. اهم مكان، احنا قاعدين على الارض. انا ماشية في شارع جميل زيادة عن اللزوم، بس لما اوريكم بصوا الشارع عامل ازاي. وكل حاجة شكلها حلو قوي بجد. وكمان الجو حلو قوي. بصوا الاوتفيت، مش شايفين حاجة بس يعني تخيلوا. بصوا الكافيه ده عامل ازاي. واو، لا تحفة بجد. كل الأماكن هنا تحسوا إن هي كده من عالم آخر. بص الستايل بتاع ده. بصوا الكافيه. أنا مش عارفة أنا إزاي ما شفتش الحتة دي قبل كده، يمكن شفتها وعندي فقدان ذاكرة، مش عارفة بصراحة، بس إيه ده. ليها إحساس مختلف قوي عن الإحساس بتاع كوريا في العادي. هي المنطقة دي جنب القصر اللي احنا كنا فيه اللي هو هنا، فده كله يعني حوالين القصر، بس بجد جميلة قوي.